أحد الأنبياء الأربعة الكبار في التراث اليهودي المسيحي، وكان مبعوثا نبيا مع نبي الله أرميا عليهما السلام، وأحد أنبياء بني إسرائيل ممن لا يعلم وقت بعثته على اليقين، غير أنه كان في الزمن الذي بعد النبي داود عليه السلام، الذي أسس مملكة اليهود في بيت المقدس بالقدس الشريف بعد فتحه، وكان قبل زكريا ويحيى عليهما السلام، وكان في الوقت الذي قدم فيه بخت نصر إلى بيت المقدس وخربه، وقتل فيه من قتل من بني إسرائيل وسبى من سبى وأحرق التوراة. وجميعنا نعلم أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا شك في ذلك، فهو أمر مرتبط بالعقيدة، ومجرد الشك في ذلك قد يخرجك من الملة. ولكن هل تعلم أن هناك نبيا من أنبياء الله عز وجل دفن بعد موت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، ولكنه عليه السلام لم يزامن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعش في عهده، ولم يأتي بعده نبيا ولا رسولا؟ وحديثنا اليوم مشاهدينا الكرام، حديثنا هنا عن نبي الله دانيال عليه السلام، فابقوا معنا ودعونا نخبركم ما القصة حتى لا يلتبس الأمر عليكم. قصة النبي دانيال الذي دفن بعد سنوات من وفاة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قصة النبي دانيال عليه السلام لها روايات متعددة لدى أصحاب الشرائع السماوية الثلاثة، إلا أن الروايات جلها تتفق جميعا على أن دانيال نبي له كثير من المعجزات والكرامات. فهناك أكثر من رواية في الإسلام عن قصة نبي الله دانيال عليه السلام. فمن هذه الروايات أنه بعد الفتح الإسلامي لتستر في بلاد فارس أي إيران حاليا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأثناء جولة للجند المسلمين دخلوا إلى بيت مال يعود للقائد الفارسي الهرمزان، فوجدوا رجلا ميتا على سرير وفوق رأسه كتاب مكتوب بغير العربية. وبعد سؤال أهل تلك المدينة عن هذه الجثة أكدوا أنه رجل مبجل عندهم يدعى دانيال، بل إن الأكثر من ذلك أن أهل هذه القرية أخبروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، أخبروهم أنهم كانوا إذا حبس عنهم المطر يخرجون جسد هذا النبي الكريم ويتضرعون به إلى الله عز وجل طلبا للماء فتمطر السماء. وبعد اكتشاف جثة دانيال عليه السلام والتي لم تتغير رغم مرور 3 قرون على وفاته، فلحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع، وبعد التعرف عليه من خلال خاتمه والكتاب الذي كان فوق رأسه، أخذ الصحابة الكتاب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر بترجمة الكتاب للعربية ليكتشفوا أنه مكتوب فيه تنبؤات بأحوال المسلمين ونبيهم، بالإضافة إلى العديد من الأخبار القديمة والقادمة على حد سواء. أما الختم الذي وجده الصحابة رضي الله عنهم مع نبي الله دانيال عليه السلام فقد كان منقوشا عليه أسدان يلحسان رجلا. وبسؤال أهل القرية عن قصة هذا الخاتم ذكروا أن نبي الله دانيال عليه السلام يعتقد أنه من سبط يهوذا، أي من أبناء النبي يعقوب عليه السلام في زمن ملك ظالم. وكان المنجمون في عهد هذا الملك الظالم أخبروه أنه سيولد في ليلة محددة ولد سيفسد عليك الملك، فما كان من هذا الملك الظالم إلا أن أمر بقتل كل الأطفال الأولاد الذكور الذين ولدوا أو سيولدون في الليلة المحددة، ومن هؤلاء الأطفال دانيال. تقول بعض الروايات: وهذا ما حدث، أتوا بالغلام دانيال وألقوه في حفرة كانت مسكنا لأسد ولبؤته ليفترساه، ولكن عندما جاءت أم دانيال في صباح اليوم التالي لتطمئن على صغيرها وتحاول أن تنقذه، صعقت أمه بما رأت، فقد كان الأسد ولبؤته يجلسان عند أقدام دانيال الصغير يلحسانه ويحرسانه كل الليل. فنجى الله عز وجل نبيه وعبده دانيال عليه السلام،
ولما اشتد عود نبي الله دانيال وأوتي الحكمة والعلم قام بنقش ما حدث معه عليه السلام على خاتمه تخليدا للقصة وتذكيرا دائما له بنعم الله عز وجل عليه. إلا أنه ولشدة تعلق أهل القرية بالنبي دانيال والخوف من أن يصل هذا الحب إلى حد الشرك بالله تعالى لم يقم المسلمون آنذاك قبرا للنبي دانيال عليه السلام في مكان الدفن بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل حفروا 13 قبرا خلال النهار ودفنوه سرا في الليل دون أن يعرف أحد أين دفن نبي الله دانيال عليه السلام، وليكون بذلك النبي الوحيد الذي دفن بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية أخرى أوردتها كتب المسلمين عن النبي دانيال، وهي رواية تبين الحكمة التي آتاها الله عز وجل نبيه دانيال عليه السلام بالرغم من صغر سنه. بحسب هذه الرواية فإن النبي دانيال عليه السلام تربى يتيما مكفولا لامرأة من بني إسرائيل، وكان في المدينة أو القرية قاضيان مشهود لهما بين الناس وكلامهما لا يكذب. قيل وكان لهذين القاضيين صديق مشترك زوجته حسناء ملفتة للنظر، وكان هذا الصديق رجلا صالحا ومن المقربين للملك. وفي أحد الأيام أرسل الملك الرجل الصالح لقضاء بعض من أمور الملك، فأوصى الرجل الصالح صديقيه القاضيين بامرأته خيرا، إلا أن القاضيين عاشقا الزوجة وقاما بمراودتها عن نفسها فأبت المرأة، فلم يكن من القاضيين إلا أن هدد المرأة أن يشهد عليها عند الملك أنها زنت. لم تهتم المرأة الصالحة لتهديدات القاضيين، وبالفعل ذهب القاضيان ونفذا تهديدهما عند الملك وأخبراه أن المرأة قد زنت، وهذا كذب ولا شك. فأصابت الحيرة رأس الملك من هذا الأمر، فهو يعرف المرأة جيدا ويكن لها الاحترام، إلا أنه من الطرف الآخر يعرف القاضيين وصدقهما وأنهما لا يكذبان. لهذا أمر الملك أن ترجم المرأة بتهمة الزنا، وبعد 3 أيام شاع في البلاد خبر حكم الملك برجم المرأة، وقد كان الملك يسأل وزيره كل يوم عن إيجاد حل لهذه المعضلة، فأتى الحل في اليوم الثالث بفضل الله على يد النبي دانيال عليه السلام، والذي كان غلاما صغير السن في ذلك الوقت. فقد كان وزير الملك يتجول في أزقة البلاد، فصادف صبيين يلعبان، أحدهما كان دانيال الذي كان يتحدث لرفاقه بأن يأتوا ليمثلوا قضية الملك والقاضيين والمرأة، وكل ذلك كان تحت سمع ونظر وزير الملك. فأخذ دانيال دور الملك وتقاسم الباقون الأدوار وبدأ التمثيل. طلب نبي الله دانيال عليه السلام من أصدقائه أن يأخذوا الولد الذي يمثل دور القاضي الأول إلى جهة، والولد الآخر الذي يأخذ دور القاضي الثاني إلى الجهة الأخرى. فأتى دانيال الذي يمثل دور الملك بالولد الذي يمثل القاضي الأول، وطلب منه أن يشهد بالحق أو أن يكون مصيره القتل بحد السيف. فوافق القاضي. سأله دانيال عن مكان وزمان واقعة الزنا وعن أسماء الأشخاص الذين زنت المرأة معهم، فأجابه الولد الذي يقوم بتمثيل دور القاضي الأول بما يريد سماعه. ثم أمر دانيال الذي يمثل دور الملك كما ذكرنا بإحضار الولد الذي يقوم بتمثيل دور القاضي الثاني، فسأله دانيال نفس الأسئلة وقد كانت الأجوبة مختلفة. وهنا أعلن دانيال أمام باقي الأطفال أن القاضيين شهدا زورا وأن المرأة بريئة، وأمر بقتلهما. كل ذلك كان تحت سمع وبصر الوزير الذي بهت وتعجب مما شهده من هذا الغلام الصغير. فذهب الوزير إلى الملك وأخبره بما شهد من تمثيل الأطفال، فطبق الملك ما فعله دانيال ليقع القاضيان في شر أعمالهما ويكشف كذبهما وشهادتهما بالزور، فتبرأ المرأة ويقتل القاضيان. وقد ذكر وهب بن منبه رحمه الله، وهو من علماء المسلمين ومن أقدم من كتب في الإسلام، ذكر أن بخت نصر
بعد أن خرب بيت المقدس واستذل بني إسرائيل ب7 سنين، رأى في المنام رؤيا عظيمة هالته هذه الرؤيا، فجمع الكهنة ومفسر الأحلام وسألهم عن رؤياه تلك، فقالوا ليقصها الملك حتى نخبره بتأويلها. فقال الملك: إني نسيتها، وإن لم تخبروني بها خلال 3 أيام لقتلتكم عن آخركم. فذهبوا خائفين وجلين من وعيده. سمع بذلك نبي الله دانيال عليه السلام، وكان في سجنه، فقال للسجان: اذهب إليه وقل له إن هاهنا رجلا عنده علم رؤياك وتأويلها. فذهب إليه فأعلمه، فطلبه، فلما دخل عليه لم يسجد له، فقال له: ما منعك من السجود لي؟ فقال: إن الله آتاني علما وعلمني وأمرني ألا أسجد لغيره. فقال له بخت نصر: إني أحب الذين يوفون لأربابهم بالعهود، فأخبرني عن رؤياي. قال له النبي دانيال عليه السلام: رأيت صنما عظيما رجلاه في الأرض ورأسه في السماء، أعلاه من ذهب ووسطه من فضة وأسفله نحاس، وساقاه من حديد ورجلاه من فخار. فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك حسنه وإحكام صنعته، قذفه الله بحجر من السماء فوقع على قمة رأسه حتى طحنه واختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده، حتى تخيل إليك أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يميزوا بعضه من بعض لم يقدروا على ذلك. ونظرت إلى الحجر الذي قذف به يربو ويعظم وينتشر حتى ملأ الأرض كلها، فصرت لا ترى إلا الحجر والسماء. فقال له بخت نصر: صدقت، هذه الرؤيا التي رأيتها، فما تأويلها؟ فقال دانيال عليه السلام: أما الصنم فأمم مختلفة في أول الزمان وفي وسطه وفي آخره، وأما الحجر الذي قذف به الصنم فدين يقذف الله به هذه الأمم في آخر الزمان، فيظهر نبيا أميا من العرب فيدوخ به الأمم والأديان، كما رأيت الحجر دوخ أصناف الصنم، ويظهر على الأديان كما رأيت الحجر ظهر على الأرض كلها، فيمحص الله به الحق ويزهق به الباطل، ويهدي به أهل الضلالة، ويعلم به الأميين، ويقوي به الضعفاء، ويعز به الأذلة، وينصر به المستضعفين. وهي رؤيا تنبأ فيها النبي دانيال بظهور الدين الإسلامي في آخر الزمان حسب تفسيرات العلماء المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم وقوفا عند حدودك. اللهم حياة على الإيمان والعمل الصالح، على توحيدك وسنة نبيك، على ما تحب وترضى، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين.